طب وإيه يعني لما طفل يرضع وبعد ما يخلص رضاعة تنزل نقطتين لبن؟ لأ، بس في الفيديو بتاعنا مش هنتكلم عن أي طفل، إحنا هنتكلم عن الطفل يسوع واللي حصلت معجزة، والمعجزة موجودة حتى يومنا الآن والتاريخ يشهد عليها. كانت العائلة المقدسة العذراء مريم وبتحمل الطفل يسوع ومعاهم القديس يوسف النجار. كان في بلبيس والعذراء كانت عايزة ترضع الطفل يسوع، فدخلوا مغارة والعذراء كانت قاعدة بتصلي وحطت ايديها على حجر. وبعد ما خلص الطفل يسوع رضاعة وهو بيسحب فمه نزلت نقطتين لبن على الحجارة، فالحجارة نورت وفارت واتحولت زي البلور الزجاجي النقي. الحجارة دي فضلت موجودة في بلبيس لحد ما اتنقلت مع الحملة الفرنسية في باريس، وحطوها في متحف اللوفر وكتبوا عليها حجارة العائلة المقدسة، موجودة حتى يومنا في باريس وبنفس المنظر اللي اتحولت بيه. وخليك فاكر ان من جوه دماغك هنطلع اللي ما يخطرش على بالك.